كلمتين يا جدعان كده بس بخصوص ماتش يوم الخميس عشان ربنا يكرمنا والماتش يعدي بسلام. تمام. احنا كلنا دلوقتي او معظمنا كسرين ال30. ماشي. ومعظمنا اللي متجوز واللي مطلق واللي ارمل ومش عارف ايه والكلام ده. طيب اللي مش كسر ال30 معتزل بقاله 5 سنين فبرضه مش هيقدر يجري. حتة بقى ان احنا نفتح سبرنتات ونرقص ونجري والكلام ده. ماشي يا عم هيثم اللي عامل لي فيها خفاش وحجز يوم الخميس بتاع الساعتين اللي كنا بنلعبهم من 10 سنين، ده مش هياكل معانا الكلام ده. حتة ان احنا نروح الجيم ونرجع على الحجز والكلام ده لا يا باشا. حتة ان انت ترقص او عقلك بيعمل لك حاجات وجسمك مش قادر ينفذها، انت لا عقلك ولا جسمك هيقدروا يعملوا اي حاجة. عشان بس نبقى متفقين كلها دهن فولتارين وكلها ماشية بمسكنات. تمام. وحته ان يقول لك ممنوع ازايز يا باشا، احنا كل واحد هيبقى في ايده ازازه ميه ويبقى فيه جهاز جلسات بره عشان اللي هيفتح سبرنت والتاني هيعمل جلسه على طول تنفس صناعي، لان محدش فينا هيقدر غير كده. والله هيموت مننا في الملعب. انا بقول لك اهو. عايزين الساعه تبقى جميله ولذيذه هنلعب على الواقف، احنا كلها لابسه نظارات وكلها محدش قادر يعمل اي حاجه. تمام. حته شغل برشلونه وان انا تيكي تاكا ونروح ونلعب ونجيب اجوان ونرقص 2 و3 يا باشا احنا هنلعب على الواقف، هنرقص على الواقف. هنرقص ايه؟ مفيش ترقيص، احنا هنباصي بس. هنباصي عشان ربنا يكرمنا والموضوع ايه يبقى في اللذيذ الرايق منه عشان نقدر نكمل للاسبوع اللي بعده. يعني تخيل احنا نلعب الساعه دي على الواقف عشان نقدر نلعب الساعه اللي بعديها الخميس اللي بعده، يعني كل اسبوع. يعني انت هتحتاج ما يقارب من 12 سنه تتعافى من الشد العضلي اللي هيحصل في جسمك كله. تمام. ماشي يا رجاله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع باقل عدد خسائر.